تحية تامة وانطلاقة جميلة جميلة جميلة. الله 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 الله، براحة تامة، تلعب براحة تامة، وكان مرتاح في هذا التقدم. رضا غانديبور اللاعب الإيراني يتقدم بين الدفاع، يتحرك كما يريد ويسجل أول أهداف هذا الموسم في أديب. شوف الكرة اللي تقدم من خلالها، التمريرة كانت جميلة متقنة من برانداور، وبعد ذلك حضرها باتجاه رضا غانديبور اللي سجل هدف التقدم، هدف في شباك ليكوفيتش. أصحاب السعادة نالوها بعد مرور 12 دقيقة فقط لمنصات التتويج. الآن كرة تصل من جديد، قد فعل ذلك بإعادة الجزيرة إلى واجهة الصراع على لقب الدوري. رمضان عنده أصفر، رمضان عندك أصفر، الأصفر الثاني، بطاقة حمراء واحمرت في وجه الأحمر، احمرت في وجه عبد الله رمضان. لسه من دقيقتين كان عنده بطاقة صفراء. هذه الكرة وقع على أرضية الملعب، لعبها بيده، نسي أن لديه بطاقة صفراء. هو من شوية من دقيقتين نال الأصفر، أصفر ثاني، أحمر، وبالتالي راح يراجع الفار. هنا مراجعة هذه كرة كان يحاول من خلالها نادي الجزيرة. ركلة جزاء، شد وركلة جزاء الآن لمصلحة نادي الجزيرة. سيلغى الأحمر. لقد نجوت يا رمضان، لقد نجوت يا عبد الله رمضان. تعاد فقط إلى بطاقة صفراء واحدة، وبالتالي ركلة جزاء للجزيرة قبل أن يلمس عبد الله رمضان الكرة بيده متعمدا. كانت هناك حالة جدلية. الفار كما نقول استدعى الحكم لاتوك وقال له بأن هناك ركلة جزاء على محمد رسول، لينال محمد رسول بطاقة صفراء إثر ذلك، والجزيرة ركلة جزاء، ونبيل فقير إلى السعادة في شباك أصحاب السعادة. هذا يحدث الآن. لا زايد الحمادي قال لا يا بوسيتش، هكذا قد انبرى لهذه الكرة. مباراة حلوة على فكرة من البداية، رغم أننا في البطولة الثالثة في كاس أديب، مع ذلك ياهي مباراة سيناريو في 20 دقيقة يخليك تحط رجل على رجل وتقول يا سلام يا زايد الحمادي. خلينا نتابع المباراة بهذا السيناريو. الوحدة يسجل أولا، رمضان يطرد، الفار يستدعي الحكم لوجود ركلة جزاء قبل طرد رمضان على أي خصم. الآن الكرة ملعوبة وتصل. الله، رضا غانديبور يظهر مرة أخرى في ديربي العاصمة.
كبير العاصمة، هكذا يعلنون. يبدأ الكبير برضا غالديبور مرة أخرى. سجل الثاني. غاب عمر وظهر رضا. شوف هكذا. الله على الحطة البينية يا جماعة. تاديتش، من لديه تاديتش يكسب. دوسان تاديتش يمكنه أن يصنع من اللاشيء كل شيء، ورضا غالديبور ينقصه التوقيع فقط. وقع على الهدف الثاني واحتفل للمرة الثانية بهذه الكرة في شباك الجزيرة، وسعد الوحداويون. بطاقة صفراء عند هذه الكرة. الشد واضح، تنقصه الخبرة. لاعب بعمر 19 سنة. هذا الجامبي وقع في المحظور. فرصة لهدف ثالث لنادي الوحدة الآن. المهمة وصلت لتاديتش، يضعها وضع بصورة رائعة. كيفما تلعب ركلات الجزاء هكذا قد وضعها بطريقة في غاية الروعة. رمى فيها ليكوفيتش في زاوية، والسعادة أصبحت في زاوية أصحاب السعادة. دوسان تاديتش يعطي التقدم الثالث بعد هدفي غالديبور. يتمكن دوسان تاديتش من تسجيل الهدف الثالث للوحدة. صعب على الجزيرة في كاس أديب، صعب العودة هنا في الذهاب، فكيف يكون الأمر في الإياب هناك في استاد النهيان؟ الوحداوي يحتفل